السلام عليكم. في الحقيقه انا دايما بحب اتكلم عن الوافد المصري جدا بما ان انا وافد مصري، ولما بيحصل قدامي موقف مش كويس فبحب احكيه عشان خاطر ننتبه كلنا من الحاجات اللي ممكن نكون بنعملها واحنا مش واخدين بالنا منها. في الحقيقه حصل موقف قدامي ازعجني جدا وضايقني جدا. شخص مصري معاه مهنه كويسه جدا واي حد يتمنى يكون معاه مهنه زي دي. كنت قاعد في قاعده انا واكتر من حد من جنسيات مختلفه مع بعضنا، وكان الشخص ده بيسال على شغل، عايز شغل يعني في المهنه بتاعته. وفي الحقيقه الناس اللي هو سالهم كانوا محتاجين جدا حد تبع المهنه دي او واحد بيعرف يشتغل المهنه دي. اسالهم على شغل فهم كانوا مرحبين جدا بيه وقالوا له عايز راتب كام؟ فاول ما قالوا له عايز راتب كام فهو بدا يقلل من نفسه، وممكن تكون بعفويه هو ما يقصدش كده، بس كلنا وبعض كتير مننا بيعمل نفس الحركه دي. قال لهم اللي هتديه له انا راضي بيه. فمن البدايه كانت البدايه مش كويسه. في الحقيقه كده انت حطيت نفسك في فخ او حطيت نفسك في مشكله فيما بعد، مش هتعرف تطالب بزياده في شغلك. تاني حاجه قالوا له الشغلانه دي او المهنه بتاعته بيتوفر سكن في نفس الشغل اللي هو رايح يشتغل فيه. فقالوا له شوف السكن ده اللي يكون مناسب ليك تعرف تعيش فيه. قال لهم انا ممكن عندي استعداد ممكن اقعد قدام المصنع او اقعد قدام الشغل ده، انام قدام باب الشغل ده. فتاني حاجه كانت مسيئه جدا ليك انت في بدايه عمل جديد ليك. تالت حاجه بيقولوا له ليك نيوفورم او ليك لبس شغل هتشتغل بيه. قال لهم انا عندي استعداد اشتغل بنفس اللبس اللي انا لابسه. طب شوف اليوم اللي هنبدا مع بعضنا فيه. قال لهم لا انا عندي استعداد اشتغل من اللحظه اللي انا واقف بكلمك فيها. فكل الحاجات وكل التنازلات اللي ممكن تكون اتنازلت عنها مش هي هتكون هي السبب في ان تخليك تشتغل في الشغلانه دي. انت لو ليك رزق وربنا كاتبه لك هتاخده حتى لو في بق الاسد، محدش عارف ياخده منك، ولو ربنا كاتب لك حاجه هتشوفها. فمش التنازلات اللي انت بتعملها دي هي اللي هتكون سبب في ان انت تسترزق. انا عارف ان كلنا ممكن تكون ظروفنا صعبه، ممكن يكون قادر فتره كبيره جدا مش شغال، ما بيداومش، معهوش راتب، ممكن عليه فلوس كتيره، عليه سكن، عليه حاجات كتيره، بس خليك متمسك جدا صنعتك واحترم مهنتك واحترم نفسك واحترم الشغل اللي انت بتشتغل فيها، عشان فيما بعد صاحب الشغل او صاحب العمل اللي انت رايح عنده لازم يحترمك جدا عشان انت احترمت كل حاجه من البدايه. طول ما انت بتتنازل عن حاجات زي كده انه زياده راتب تعرف تطلب منه حاجه تكون مناسبه لشغلك وانت تستحقها، ففي اللحظه دي مش هيكون ليك وش ان انت تعرف تطلب منه الحاجه دي. بصراحه في جنسيات عربيه كتيره جدا زينا بتشتغل بس ما بيتنازلوش عن راتب معين بيكونوا هم حاطينه في دماغهم، ما بيتنازلوش عن حاجات معينه هم حاطينها في دماغهم، حتى لو يقعدوا سنه في السكن من غير شغل للاسف ما بيرضوش يشتغلوا غير لما يكونوا هم عايزينها بس. فيا ريت احنا نحترم نفسنا. احنا عندنا مهن كتيره جدا وناس كتيره تتمنى يكون عندها المهن دي، بس لو ليك رزق في مكان هتاخده مهما كانت الظروف ومهما كانت الاجواء اللي حواليك بتقول ايه. لو ليك رزق هتاخده مهما كان. فما تتنازلش عن حاجه عشان بعد كده تعرف تطلب من صاحب العمل او من صاحب شغل انت شغال معاه زياده راتب تكون انت تستحقها، سكن محترم، حاجه محترمه تكون انت تعرف تطلبها وان هو ملهوش عندك اي حاجه. كل سنه وانتم طيبين، ربنا يرزق الجميع، واشوفكم على خير في فيديو جديد. السلام عليكم.